اهلا بيكم يا شباب في قعدة المحلي للاسبوع التاني على التوالي. بس النهارده الموضوع مختلف شوية، لان لسه خلصان حالا ماتش اتحاد جدة والاهلي في كاس العالم للاندية، والاهلي فاز فوز تاريخي. الاول، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ تمام، الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك. فوز تاريخي، واكتر من اللي هو فوز تاريخي، انا مبسوط لان الانديه المصريه او الاهلي بشكل عام اثبت ان الانديه السعوديه مش بالفلوس ومش باللعيبه. وخليني اقول لك حاجه برضو، لان اللي قلب الماتش من وجهه نظري واللي قلب الدنيا وخلي كفه الاهلي فرقت قوي كده، وهو التصدي العظيم لمحمد شناوي لضربه الجزاء. خليني اقول لك ان محمد الشناوي، مش عارف انت هتمشي معايا في الراي ده ولا لا، هيبقى واحد من اعظم اللعيبه اللي عدت على النادي الاهلي. حابب اسمع رايك في كل حاجه ليها علاقه بالماتش. طبعا ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي طبعا العظيم. أداء ونتيجة أعلى من الواحد كان متخيل. بصراحة يعني كولر الماتش ده أداره فنيا بطريقة عظيمة. بداية التشكيل طبعا مغامرة أحمد كوكا نبيل كوكا. كوكا طبعا بداية في كأس عالم لسه الأندية. اثبت النهارده ان هو كان عامل ماتش جامد قوي. آه، ضد نص ملعب تقيل اتحاد جدة طبعا. طبعا. فابينيو وكانتي الاتنين تقال طبعا. قصادهم انت بتلعب احمد نبيل كوكا وامام وامام عاشور. عاشور. آه، طبعا كل جماهير اتحاد جدة قبل المباراة سخرية من النادي الاهلي طعميه. ومن جمهور النادي الاهلي وحتى من المصريين عموما. ايوه. نزلوا بتعالي جدا. اتعاملوا مع المباراة برضو بتعالي لحد ما الأهلي ابتدى دخل طبعا في بداية المباراة. جات لهم فرصة اتحاد كانت جده قوية خطفه جدا. الشناوي. رومارينيو اخترق من العمق كرة مرتدة من عبد المنعم. اتردت لرومارينيو. الشناوي طبعا عظيم بتصدي مم. عظيم فعلا. طبعا. آه، يعني الحارس فعلا هو نص الفريق. لا، بالظبط. الشناوي في المباراة دي الحارس هو كل الفريق بقى صح. بصراحة يعني. صح. طبعا برضو من ضمن الحاجات الإيجابية في المباراة رجوع الثقة تاني للجمهور في طبعا. اللعيبة طبعا. وفي المدرب بتاعنا طبعا العظيم مارسيل كولر. طبعا. إدارة للمباراة باحترافية شديدة أمام مدرب برضو أرجنتيني كان ماسك برضو ريفر بليت قبل كده وعمل معاهم إنجازات عظيمة من ضمنها كوبا ليبرتادوريس قصاد بوكا جونيور. بس خليني اقول لك حاجه، النهارده المدير الفني بتاع اتحاد جده ما كانش عارف يعمل حاجه اي في دي الماتش. حقيقة فعلا. وخصوصا ان اللاعب الوحيد اللي كان عامل لك شكل هو كورنيدو، انت طلعته. صح. فعلا هو في المباراة طبعا هو زي ما كل الجماهير شافت في المباراة. اتحاد جدة عموما نازل بتعالي على النادي الأهلي. مش بيتعامل مع المباراة بما أنها مباراة في كأس العالم في دور ربع هيأهلك النهائي. لنص نص النهائي. النهائي. شايفين نفسهم مثلا في المباراة اللي فاتت عملوا أداء قصاد بالظبط. أوكلاند. اوكلاند كسبوا بس 3. في نفس الوقت نفس فريق أوكلاند لاعب الأهلي السنة اللي فاتت وخسر منه 3-0. فأوكلاند عموما مش مقياس بالظبط. لأي فرقة. بالظبط. بس وطبعا الكرة طبعا اللي فعلا قلبت المباراة ضربة الجزاء مم. وتصدي عظيم من محمد الشناوي. بعد كده طبعا الأهلي تسيد المباراة. تسيدها بالطول بالظبط. وبالعرض فعلا. وخطف الاتحاد في الجونين اللي جابهم ورا بالظبط بعض على كده. طول. بداية الشوط الثاني بداية قوية من الاتحاد. بالظبط. أضاع فرصتين اتردت عليهم بهدف من مرتدة ملعوبة حسين بطريقة الشحات احترافية حطها جدا. بمعلمه. حسين شحات بصراحة ركن الكورة بطريقة. طبعا حسين الشحات مبارياته في كأس العالم تبقى مختلفه. بتبقى مختلفة عموما عن أي مباريات بالظبط. في الموسم. حتى اما كان مع العين. بالظبط كده. برضو لما كان في العين عمل بطولة عظيمة. عمل مباراة عظيمة قدام الترجي مباراة عظيمة في النهائي ضد ريال مدريد. ايوه. النهارده لعب مباراة طبعا بدايتها ما كانتش أحسن حاجة لحسين الشحات. بس في نفس الوقت الشوط الثاني رجع لمستواه بهدف أقل ما يقال عليه هدف معلمه. بمعلمة. بالظبط. راكنها بمعلمة وباحترافية شديدة جدا. بالظبط. إمام عاشور برضو في المباراة في بداية المباراة طبعا رهبة كأس اول العالم مره يلعب كاس عالم للأندية. للانديه. إمام عاشور أول مرة يشارك في كأس العالم للأندية. فطبيعي إن أداؤه ما كانش هيبقى أحسن حاجة.
بس في الشوط الثاني رجع له الثقة بهدف، بطريقة بهجمة ملعوبة بطريقة كويسة جدا. كهربا لعب حلو كهربا قوي، عمل مجهود عظيم بصراحة في خرج كل المباراة. اللعيبه من الكوره. بالظبط كده، وريحها لإمام عاشور، حطها في بالظبط. البعيدة لإمام. آه، انا بستثني طبعا كهربا، فعلا قدم اداء في المباراه جيد جدا بتحركات عظيمه منه. بمعنى اصح، كهربا من احسن اللعيبه اللي بتعرف تتحرك داخل منطقه داخل منطقه الجزاء. بوكس. لبس يعتبر مدافع اتحاد جده حسن قادش ضربه ضربه جزاء جزاء. بضغطه عليه. برضو من ضمن الإيجابيات بقى في المباراة جمهور الأهلي العظيم. جمهور صح. الأهلي اللي زحف من الدمام والطائف والرياض كل حته. برحلات تفوق العشر ساعات. أيوة. من الرياض لجدة 10 ساعات بالأتوبيس مم. أو بعربية عموما. جمهور الأهلي إدى درس لجمهور الاتحاد في المباراة بالظبط. بطريقة التشجيع. بالظبط. مش شرط ان انت يكون معاك فلوس ومعاك لعيبة، معاك مدرب، معاك جمهور. انا شايف ان الجمهور السعودي لسه ما وصلش للمرحلة اللي يقدر يجابي بيها جمهور. يشيل بيها الفرقه. بالظبط كده، حتى جمهور افريقيا عموما. ايوه صح. سواء جمهور النادي الاهلي، جمهور نادي الزمالك، جمهور الترجي التونسي، شمال افريقيا. الوداد شمال المغربي. افريقيا كلها. اي جمهور من فرق شمال افريقيا ما يساويش حاجه بصراحه قدام جمهور فرق السعوديه، لان هو تحسه اصلا جمهور مصطنع. بالظبط. خلينا نقول مش قصة مصطنع، بس مفيش دافع للعيبة. تحس كده يعني مثلا زي ما كده الزمالك او الاهلي اما بيلبسوا جون بتلاقي هجوم بالظبط، من الجماهير بالظبط، بيفوقوا بالظبط. اللعيبة. ما حصلش ده. ما حصلش ده النهارده مع الاتحاد انا بصراحة. قصدي يعني بمعنى ان جمهور الاتحاد او عموما الجمهور السعودي يعني يعتبر اتعلموا التشجيع مننا احنا. بالظبط. مننا احنا كمصريين، احنا بالظبط. اللي دخلنا البنرات، واحنا اللي دخلنا الشماريخ، واحنا اللي بالظبط. دخلنا التيفوهات اللي كانت بتتعمل. خليني اقول لك ان جمهور الاتحاد النهارده كان شكل. بالظبط كده، مش هو اكتر. مش اكتر. زي ما انت ما شفت بعد الجون الثالث في الدقيقه 65 جمهور الاتحاد ابتدى يمشي يمشي. من المباراه. وخصوصا كمان لو لاحظت معايا ان اغلبيه الماتش كله انا كنت سامع جمهور الاهلي، ما بالظبط كنتش سامع كده، جمهور بالظبط الاتحاد. كده. برضو من ضمن النقط اللي انا حابب اتكلم عليها بصراحه محمد هاني، بالرغم من بدايته يعني المتذبذبه في المباراه، كان قلقان. اضاع فرصتين. لو كان اخد قرار التصويب في اي كوره من الاثنين اللي جات له كانت هتفتح مباراه للنادي الاهلي. صح. بس في نفس الوقت قدر يرجع لمستواه في الشوط الثاني، وقدم مباراه دفاعيه هايله جدا الشوط الثاني. طبعا برضو بيرسي تاو قدم مباراه كان عظيمه عظيم بصراحه. النهارده. قدم مباراه عظيم. عظيمه. زي ما شفنا النهارده اختفاء كريم بنزيما. انا بقى ده اللي انا عايز اقوله لك اختفاء بقى. كريم بنزيما قصاد دفاع النادي الاهلي. بالظبط. انا بقى عايز اقول لك واسالك سؤال. هل انت شايف النهارده كريم بنزيما كان عائق على الاتحاد؟ هقولها لك بطريقه تانية. كريم بنزيما بعد ضربه الجزاء خرج اصلا بره المباراه. حتى اصلا قبل ما ضربه كانش متشاف الجزاء قبل ضربة الجزاء. تحركاته، بره انا الصندوق مش هقدر خالص. اتكلم على كريم بنزيما عشان طبعا هو لعيب عالمي. اكيد. لا يختلف عليه اتنين، احسن مهاجم يعتبر في السنه العالم. اللي فاتت وبالون دور السنه اللي فاتت. بالظبط. بس في مباراة النهارده ما اصنعش الفارق. لا هو ولا رومارينيو ولا حتى كورنيدو. حتى لما نزل جواو جوتا برضو ما صنعش الفارق، اللي هو اصلا نازل والنتيجة 3-0. 3-0 اللي هو اصلا هيعمل ايه؟ نجولو كانتي النهارده يعتبر برضو ما قدمش اي اداء يذكر. يعتبر اللي حاول على المرمى من جهة اتحاد جدة هو رومارينيو بالتسديدة بتاعته في اول المباراة خالص. بالظبط. وما جاش بعد كده. قدام الشناوي. حتى هدف الاتحاد يعتبر من غلطة كورنر سرحان للاعيبة بالظبط. الاهلي في الاخر، بس هو سرحان طبيعي بعد ماتش عظيم، وطبعا الارهاق على اللعيبة. طبعا يعني حابب اشكر مارسيل كولر على التكتيك الجيد للمباراة، على التحضير الجيد للمباراة، ان هو فصل اللعيبة خالص عن المباريات الدوري وعن الاداء اللي يعتبر متذبذب في الدوري زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت.
بس الاهلي في كاس العالم عموما بيعرف يفصل خالص عن اي بطوله تانية كان بيشارك فيها. صح. اخر حاجه هنهي بيها الفيديو، عايزك تقول لي كان افضل 3 لعيبه للاهلي في الماتش ده بالترتيب كده من آه 3 لواحد. بالنسبه لي من افضل اللعيبه طبعا رقم واحد محمد الشناوي. تمام. رقم اتنين ياسر ابراهيم باداء رجولي. بالظبط. رقم ثلاثة هقول طبعا احمد نبيل كوكا، عشان بالظبط قدم مباراة صغير. بالظبط صغير في السن، وقدم مباراة فنية وتكتيكية وبدنية قوية جدا في نص الملعب. صحيح. ده كان فيديو سريع كده لآرائنا بعد ماتش اتحاد جدة والأهلي، وطبعا ببارك لكل جماهير الأهلي بقول لهم ألف مبروك، ومستنيين بقى الماتش بتاع النص النهائي، وإن شاء الله نصعد كده للنهائي بالنادي الأهلي يعني، وتبقى حاجة تاريخية كده في أول مرة للنادي الأهلي. ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.